أهلا بكم. لحكمة إلهية، أحمد رفعت رجع من الموت، شاور على اللي قتله وراح تاني للي أحن عليه من الكل. لولا الكلمتين اللي اتقالوا بلسانه كان الموضوع عدى واترمخ عليه زي ما كتير بيعدي وكأن شيئا لم يكن. هيعدي بس يوم بعد التاني الواحد بتترسخ جواه فكرة معينة عن المستنقع اللي عايشينه، اللي احنا عايشين فيه تحديدا. غابة بالمعنى الحرفي، فيها ناس فوق وناس بتداس عليها بالجزم. ربنا كبير، ربنا يرحمك يا أحمد رفعت كان أفضل جناح أيسر مصري في بطولة الدوري آخر 4 سنين. 2022 رفعت الله يرحمه كان تالت أكتر لاعب ساهم بأهداف في بطولة الدوري، 16 مساهمة تهديفية. 2022 كان تاني أكتر لاعب في الدوري صنع أهداف بعد أحمد السيد زيزو. رفعت كان أكتر لاعب صنع فرص محققة للتسجيل في الدوري، 11 فرصة. خلال العام الميلادي 2022 رفعت الله يرحمه كان تاني أكتر لاعب مصري صنع أهداف، 13 أسيست. 2020 رفعت الله يرحمه كان رابع أكتر لاعب في الدوري ساهم بأهداف، والتاني أكتر لاعب في الموسم ده في الدوري تحديدا صنع أهداف بعد نصر ماهر. خلال العام الميلادي 2020 رفعت كان تاني أكتر لاعب صنع أهداف. خلال العام 2021 كان سادس أكتر لاعب في الدوري ساهم بأهداف برصيد 15 مساهمة تهديفية، و2021 رابع أكتر لاعب صنع فرص محققة للتسجيل في بطولة الدوري العام. احب اقول لك انه كان خامس اكتر لاعب صنع اهداف في اخر 5 سنين برصيد 34 اسيست في 3 مواسم 2020 و2021 و2022. رفعت صنع 120 فرصة في الدوري و108 عرضية صحيحة. صنع تاريخ فيوتشر، جاب لهم كاس الرابطة، وكان اكتر لاعب ساهم باهداف في البطولة وجاب لهم تأهل للمسابقات الافريقية، وكان نجم من نجوم الدوري. ربنا يرحمك يا أحمد يا رفعت ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة بمشيئة الرحمن. دمتم في أمان الله.